اخر حاجه احنا شفناها في الموسم اللي فات من المسلسل ده ان ديكستر كان هيتكشف على ايد الضابط دوكس، والكل هيعرفوا انه قاتل متسلسل. ولكن ديكستر قدر يخطف دوكس، ومش بس كده، لا ده قدر كمان يبين قدام كل الناس ان دوكس هو اللي قاتل متسلسل، وكل الناس كانوا بيدوروا على دوكس عشان يحبسوه. ودوكس في الوقت ده كان مختفي، ان ديكستر اصلا كان خاطفه وكان حبسه زي ما قلنا قبل كده. ولكن ديكستر ما كانش ناوي يقتل دوكس، وده لان دوكس راجل شريف، وطبعا ديكستر زي ما احنا عارفين مش بيعرف يقتل اي شخص شريف، مش بيقتل الا القتله والمجرمين وبس. ولكن ليلي البنت المجنونه اللي كان ديكستر اتعرف عليها الموسم اللي فات هي اللي قتلت دوكس عن طريق انها فجرت المخزن اللي كان دوكس مخطوف فيه. ولما ديكستر عرف كده اتاكد ان ليلي دي مجنونه، فقتلها كمان هي التانيه قبل ما تفضح اي اسراره انها كانت كشفته كليا. وبكده كان خلاص الموسم اللي فات ديكستر كان تقريبا خلص من اغلب مشاكله. بس هل فاكر يا صديقي ان كل مشاكل ديكستر خلصت على هنا؟ تعال نشوف الموسم ده عشان خاطر تتاكد ان لسه الدنيا ما بداتش. بيبدا بقى الموسم الجديد بعد فتره من احداث الموسم اللي فات، وبنشوف حاليا ديكستر وهو عند طبيب نفسي بيركب ضرس كده مكان ضرس كده يعني كان عنده وكان تعبه حبتين. وخليك فاكر حوار ان ديكستر بيركب ضرس جديد ده في اسنانه عشان برضه هنحتاجه قدام. المهم ديكستر اثناء ما كان عند الدكتور بيبدا يفتكر كل اللي عمله اخر فتره، وبنشوف ان ديكستر رجع تاني لقتل المجرمين زي ما هو، وعايش حياه متزنه لان مفيش حاليا اي حد كاشف اسراره ولا حد بيتتبعه ولا اي حاجه. في كل الاحوال لما بيخلص ديكستر دلوقتي مع طبيب الاسنان بياخد بعضه وبيروح عند ريتا، واللي علاقته بيها هي وعيالها ستور وكودي بقت قويه جدا، اقوى من الاول بكتير. المهم بقى لما بيخلص ديكستر مع ريتا وعيالها بياخد بعضه وبيروح شقته، وهناك بقى بيبدا ديكستر ان هو يبحث عن مجرم جديد عشان يقتله. والمجرم ده بقى بيكون تاجر مخدرات اسمه فريبو. بنعرف ان ديكستر ناوي يقتل فريبو ده مش عشان هو تاجر مخدرات ولا حاجه لا سمح الله، لا لا لا، ديكستر ناوي يقتل فريبو ده لانه بكل بساطه سبق وقتل بنتين وقدر باعجوبه يخرج براءه من الجريمه دي، وعشان كده بقى ديكستر عاوز يقتله عشان ينتقم. المهم ديكستر لما بيخلص حاليا بحثه عن فريبو بياخد بعضه وبيروح شغله في اسم الشرطه بتاعت ميامي، وهناك بقى بيقابل كل اصحابه انجل وماسوكا، وبيقابل كمان ديبرا اخته. بمناسبه ديبرا بقى فبنشوف حاليا ديبرا وهي في الاسم بيجي لها ظابط كده يتكلم معاها، والظابط ده بالمناسبه اسمه كوين. وبنعرف ان كوين كان ظابط في اداره مكافحه المخدرات، لكنه اتنقل من اسبوعين بس لقسم جرائم القتل مع ديبرا والكل. وخليك فاكر بقى كوين ده برضه لانه كالعاده مهم معانا قدام. في كل الاحوال بعد شويه بنشوف ماريا رئيسه القسم لو تفتكرها بتروح حاليا تتكلم مع انجل، وبتعرفه انه هيترقى وهيبقى رقيب محقق، ودي رتبه كبيره الى حد ما. وحاليا بتقول ماريا لكل الموجودين ان انجل اترقى، وبيفضلوا الكل يباركوا لانجل، وبتكون ديبرا مبسوطه بشكل خاص ان انجل اترقى لانه هيبقى رئيسها في الشغل ولانه هيبقى مسؤول عن ترقيتها. وطبعا ديبرا حلم حياتها تترقى، وعشان كده بتقرر انها تجتهد اكتر واكتر في شغلها عشان انجل يرقيها في وقت ما. عامة بعد شوية بقى بيسيب ديكستر الاسم وبياخد بعضه وبيروح عند بيت فريبو تاجر المخدرات، بحيث يعني يعاين البيت ويشوف هيقتل فريبو ده ازاي. المهم ديكستر بيروح لبيت فريبو وبيتكلم مع طفل كده اسمه ويندل واقف قدام البيت، وبنعرف ان ويندل ده بيشتغل مع فريبو. وخليك يا صديقي فاكر ويندل ده اللي قدام لانه مهم برضه. المهم ان ديكستر بيروح لويندل وبيفهمه انه مدمن مخدرات وعايز يقابل فريبو عشان يشتري منه، فبيوافق ويندل على كلام ديكستر وبيدخلوا لفريبو. فريبو بقى اللي بيكون قاعد حاليا مع بنت اسمها تيجان، وبنعرف ان تيجان دي مدمنه وعايشه مع فريبو في مقابل حرفيا انه يديها مخدرات وبس، يعني قمه في القذاره منهم هما الاثنين. حاليا بقى بتطلب تيجان من فريبو مخدرات لكنه بيرفض، فبتتضايق وبتسيبه وبتمشي. وافتكر برضه تيجان دي لقدام. المهم ان ديكستر فعلا بيشتري من فريبو مخدرات، وبيدرس بقى بيت فريبو كويس حته حته وبيسيبه وبيمشي. بعدها بيروح ديكستر لمخزن كده صغير جنب بيت فريبو، وبيبدا يجهز المكان ده عشان يقتل فيه فريبو. بعد كده بقى وفي نفس اليوم ده بالليل بيروح ديكستر عشان يقتل فريبو، وفعلا بيقتحم بيت فريبو. وهنا بقى بتحصل مشكله كبيره. ديكستر بيلاقي عند فريبو شخص غريب كده اسمه اوسكار، بيحاول اوسكار ان هو يقتل فريبو، فبيتدخل ديكستر ساعتها وبيستغل فريبو الفرصه وبيهرب من المكان. وده بيعصب اوسكار اللي كان جاي يقتله، فبيتعارك اوسكار مع ديكستر وبيفضلوا الاثنين يتعاركوا سوا. ووسط المعركه دي بيقع الضرس بتاع ديكستر اللي كان ركبه من شويه، وبيفضلوا يتعاركوا برضه سوا لحد ما بيقدر ديكستر ان هو يقتل اوسكار قبل ما اوسكار ده يقتله. وبعد ما ديكستر قتل اوسكار بيكون هيتجنن انه عمل كده لانه ما يعرفش مين اوسكار ده ولا ايه تاريخه، مجرم ولا حتى كان مخطط يقتله. لكنه يعني على طول بياخد السكينه اللي قتله بيها وبيحاول يدور على الضرس بتاعته اللي وقعت منه من شويه، لكنه مش بيلاقيها، فبيكون متضايق وخايف لحسن حد يلاقيها، ولكن بيسيب المكان وبيهرب فورا. في كل الاحوال بعد ما ديكستر خلص على اوسكار وخد بعضه وهرب بيروح لريتا وبيقضي عندها اليوم كالعاده. وتاني يوم بقى بيروح ديكستر عند بيت فريبو عشان يعني يراقب الاوضاع كويس.
وهنا بقى بيلاقي ديكستر كل الشرطه وصلوا للمكان عشان طبعا يشوفوا اوسكار اللي مقتول هنا. وبتيجي مكالمه حاليا لديكستر من انجل بيطلب منه انهم يعني يروحوا لبيت فريبو عشان يعاينوا جثه اوسكار ويقوم يعني بشغله كالعاده. فبيروح ديكستر للبيت واول ما بيوصل بيلاقي ماسوكا والكل بيشوفوا شغلهم. فبيدخل بقى ديكستر وبيعمل نفسه بيشوف شغله معاهم يعني، وبيدور بعد كده على الدرس بتاعته لحد ما بيلاقيها فبياخدها بسرعه من غير ما حد ياخد باله. بعدها بقى بيتكلم ديكستر مع ديبرا وانجل وبيسالهم مين اوسكار المقتول ده. فبيعرفوا بقى الصدمه الكبيره الا وهي ان اوسكار ده يبقى الاخ الاصغر لميجيل برادو واخوه رامون برادو. وميجيل ده بقى يا صديقي يبقى نائب العمده في المدينه وشخص في منصب حساس جدا. اما اخوه رامون بقى فيبقى ضابط مهم برضه في دايره تامين عمده المدينه. من الاخر كده ميجيل ورامون اخوات اوسكار الكبار هما الاثنين مهمين جدا جدا، ومش ناويين يعدوا موضوع موت اخوهم اوسكار ده كده، وناويين يوصلوا للقاتل باي شكل ممكن. وللعلم ميجيل ورامون بيكونوا موجودين في المكان هنا وبيشوفهم دلوقتي ديكستر وبيكون مرعوب انهم يكشفوه لانه عارف انهم مستحيل يسكتوا. بعدها بيسال ديكستر ديبرا وانجل هو ليه اوسكار جه هنا اصلا لفريبو. فبيعرفوا الكل ان اوسكار كان مدرب لمجموعه من الاطفال اللي بيشتروا مخدرات من فريبو، فجه هنا عشان يواجهه ويخليه يعني يبطل يبيع مخدرات للاطفال. فتعاركوا سوا وفريبو قتله وهرب. في الوقت ده بيفرح ديكستر ان فريبو هو المتهم في قتل اوسكار مش حد تاني مجهول، وبيقرر انه يعني يحاول بكل الطرق يثبت عليه التهمه دي باي شكل ممكن. وعلى فكره يا صديقي بيكون متضايق حبتين انه قتل شخص غلبان وما كانش بيعمل اي حاجه غلط. بس عموما بيخلص دلوقتي ديكستر شغله في المكان وبيروح القسم، وقبل ما يدخل القسم بيقابل انجل واللي بيعرفه حاليا ان ماريا مهتمه جدا جدا بالقضيه بتاعت اوسكار، لان ميجيل برادو اخو اوسكار كان حب حياتها زمان، وده برضه بيصدم ديكستر وبيخوفه ان ماريا توصل له في وقت ما. المهم بعد كده بتعمل ماريا اجتماع لديكستر والكل وبتشدد على الكل انهم يهتموا بالقضيه دي بالذات كويس جدا عشان يحلوها في اسرع وقت ممكن. وبعد الاجتماع ده بقى بيقرر ديكستر ان هو يبحث اكتر عن اوسكار برادو بحيث يعني يعرف هل الشخص ده فعلا كان شريف وهو قتله ظلم ولا كان فاسد بشكل ما ومحدش كان يعرف. فبس بيدور بقى ديكستر في كل سجلات اوسكار ومش بيلاقي عن اوسكار غير كل خير، وبيعرف انه على فكره كان شخص محترم جدا. وده بقى بيضايق ديكستر اكتر واكتر لانه مش بيحب يقتل شخص محترم او غلبان زي ما قلنا قبل كده. المهم بعدها بيروح ديكستر مع ريتا للمدرسه بتاعه كودي واستر، وبيحضر دلوقتي اجتماع كده مع كودي ابن ريتا على اساس يعني انه ابنه وكده. وده بيفرح ريتا والكل لانه بيحسسهم ان ديكستر بيقرب لهم اكتر واكتر وبيعتبرهم عائلته. المهم يعني ان في الوقت ده بتيجي مكالمه لديكستر من ميجيل برادو اللي بيطلب حاليا من ديكستر ان هو يجي له في بيت فريبو اللي اتقتل فيه اوسكار. فيوافق فعلا ديكستر وبيروح على طول لميجيل، واول ما بيشوفوا ميجيل وبدون مقدمات بيساله هو ليه كان بيبحث في سجلات اخوه اوسكار. فبيتصدم ديكستر لكنه بيتمالك نفسه وبيقول لميجيل على طول انه كان بيبحث في سجلات اوسكار لانه تعاطف معاه جدا وكان عاوز يحل قضيته باسرع شكل ممكن، وبالتالي كان بيحاول يفهم شخصيته كانت عامله ازاي. في الوقت ده بيصدق ميجيل كلام ديكستر وبيحترمه اكتر وبيطلب منه ان هو يبحث اكتر واكتر عشان يساعدهم يوصلوا للقاتل ده. الناحيه التانيه بقى يا صديقي بنشوف ان ديبرا وهي قاعده في كافيه كده بيجي لها حاليا بنت اسيويه اسمها يوكي. يوكي دي بتعرف ديبرا انها ضابطه في الشؤون الداخليه اللي بتبحث في امر الضباط الفاسدين وكده، وبتعرف يوكي ديبرا ان كوين الضابط الجديد اللي اتعين معاهم ده هو ضابط فاسد. وتطلب بقى يوكي من ديبرا انها تقرب لكوين بشكل ما وتحاول تكشف فساده ده عشان يعني ياخد جزاءه، ومقابل المساعده دي يوكي هتساعد ديبرا جدا في ترقيتها الجديده اللي بتحلم بيها ليها مده. لكن ديبرا بترفض الصراحه انها تكون واشيه على زميل ليها وبتسيب دلوقتي يوكي وبتمشي. بتروح ديبرا الاسم وهناك بيجي لها كوين اللي بيكون معجب بيها زي ما قلنا قبل كده، وبالتالي بيقرر كوين ان هو يعني يساعد ديبرا دلوقتي في بحثها في قضيه اوسكار. وبيدي كوين لديبرا رقم كده مخبر سري كان بيشتغل معاه زمان، وقال لها ان المخبر ده يعرف كتير عن فريبو وتجار مخدرات وممكن يساعدها توصل له. فبتفرح ديبرا وبتروح بقى تقابل انطوان المخبر السري اللي كوين كان بيقول عليه من شويه، وبتساله دلوقتي ديبرا عن فريبو لكن انطوان ما بيكونش عارف اي حاجه عنه نهائيا. فبتساله ديبرا عن اوسكار برادو، فبيعرفها انطوان انه يعرف اوسكار برادو كويس قوي وقوي كمان لانه كان مدمن. في الوقت ده بتتصدم ديبرا وبتسيب المكان وبتمشي. بتروح ديبرا بقى للاسم وبتقعد مع الكل وبتعرفهم حاليا ان اوسكار ما كانش شخص شريف ولا حاجه بل كان مدمن، وغالبا اختلف هو وفريبو على فلوس مخدرات او حاجه فقرر ان هو يقتله. في الوقت ده ولما كانت ديبرا صديقه بتتكلم عن اوسكار كده بيوصل الاسم ميجيل وماريا اللي بيسمعوا بقى كلام ديبرا، فبيتضايق ميجيل وبيسيب بقى المكان وبيمشي. اما ماريا فبتقعد مع انجل وبتطلب منه يبعد ديبرا عن قضيه اوسكار، فبيضطر انجل ان هو يوافق رغم انه ما كانش عاوز كده. بعدها بيروح انجل يقعد مع ديبرا في كازينو كده، وهناك بيعرفها انها هتبعد عن قضيه اوسكار برادو خالص. فبتتضايق ديبرا لكنها بتوافق على كلام انجل لان ما عندهاش اي حل تاني.
في نفس الوقت ده بيروح ديكستر لحفل تأبين الأخ أوسكار، وبيقرب ديكستر أكتر وأكتر لميجيل، وبتبدأ تنشأ بينهم صداقة كده من نوع خاص. ولما بيخلص ديكستر حاليا حفلة التأبين بياخد بعضه وبيروح على شغل جديد، أو تقدر تقول قضية قتل جديدة عشان يعني يدرسها، وبتكون موجودة في المكان ديبرا وكمان ماسوكا بيشوفوا شغلهم هم كمان. بيروح بقى ديكستر يشوف البنت الميتة دي، فبيتفاجئ يا صديقي إن البنت دي المقتولة اللي هو يعني جاي يشوف القضية بتاعتها هي في الحقيقة تيجان صديقة فريبو لو تفتكرها، واللي بتكون مقتولة عن طريق الخنق، وبيكون جسمها مسلوخ منه جزء كده. والكل بيستغربوا من منظر الجريمة دي، وبيقرروا الكل إنهم يعرفوا مين البنت دي بالظبط عشان يعرفوا مين اللي قتلها. ومحدش بيكون عارف هو إيه تيجان دي إلا ديكستر، اللي طبعا مش بيقول أي حاجة. وبيعرف ديكستر دلوقتي الكل إن غالبا فريبو هو اللي قتل تيجان زي ما قتل بنتين قبل كده. لكن ليه فريبو سلخ جزء المرة دي من جسمها محدش فاهم حاجة. في كل الأحوال لما بيخلص ديكستر شغله بياخد بعضه وبيروح لريتا، وبتفاجئوا دلوقتي ريتا انها حامل منه. طبعا ديكستر بيتصدم وبيكونش عارف يعمل ايه بالظبط، لان هو مش فاهم هو دلوقتي يفرح ولا يزعل ولا يخاف. تاني يوم بيروح بقى ديكستر مع ريتا لطبيب النساء والتوليد عشان يعني يكشف عليها، وبيحس ديكستر في الوقت ده انه دخل في حياة جديدة خالص مش عارف يعمل فيها ايه، لانه ما كانش يعني الصراحة ضامن خططه وانه حتى يجيب طفل العالم ده. المهم يعني ان ديكستر لما بيخلص مع ريتا بياخد بعضه وبيروح الشغل. واول ما بيوصل الشغل بتجيله ديبرا وبتطلب منه ان هو يبحث اكتر واكتر في موضوع تيجان ده عشان يعرفها بقى هويتها بحيث تقدر تحل القضيه دي. فبيوافق ديكستر وبيوعدها انه هيعمل كده. بعد كده بيبدا ديكستر ان هو يبحث عن بيت تيجان، وبيكون ديكستر بيعمل كده لانه عايز يوصل لبيتها، ومن بيتها اكيد هيقدر يوصل لفريبو اللي بيكون شاكك انه قتل تيجان، واكيد يعني سايب دليل في بيتها يرشد على مكان فريبو نفسه يعني. المهم يعني ان ديكستر بعد بحث مطول بيقدر ان هو يعرف بيت كده كانت تيجان بتتردد عليه، فبيقرر ان هو يروح البيت ده يمكن يوصل لحاجه معينه. وبيخلص بقى ديكستر شغله في الاسم وبيمشي، واثناء ما هو ماشي بيقابل ميجيل اللي بيسلم عليه وبيعزمه انه يعني يجي يزوره. وبيبدا ميجيل يقرب لديكستر اكتر واكتر واكتر. بعدها بياخد ديكستر ريتا وبيروح يزور ميجيل فعلا زي ما وعده. وفي بيت ميجيل بيقابلوا ديكستر وريتا سال مرات ميجيل اللي بتقعد دلوقتي مع ريتا وبتصاحبوا هما التانيين. اما ديكستر فبيقعد مع ميجيل زي ما هو ويفضلوا يتكلموا كتير جدا. وبيشوف ديكستر ان ميجيل شبهه في حاجات كتير الصراحه، زي انه بيسعى بكل الطرق للتخلص من المجرمين عشان يعني يحقق العداله في المدينه. المهم ان ميجيل بيعرف ديكستر ان هو واخوه رامون قدروا يراقبوا التليفون بتاع ام فريبو، وبالشكل ده هيقدروا قريب يوصلوا له بسرعه. طبعا بيتصدم ديكستر وبيكون عارف انه لازم يوصل لفريبو قبلهم عشان فريبو ما يفضحوش ويقولوا ان هو اللي قتل اوسكار. المهم في نفس اليوم ده بياخد ديكستر بعضه بيروح للبيت اللي عارف ان تيجان كانت بتتردد عليه، والبيت ده بيكون فيه حفله لشباب كتير مع بعض. فبيروح ديكستر لبنتين في الحفله دي وبيسالهم على بيت تيجان، فبيدلوا عليه وبكده بيكون عارف اللي هو عايزه. فبيسيب المكان وبيمشي، وبيقرر بقى انه هيبقى يروح لبيت تيجان ده بحيث يبحث فيه عن اي حاجه توصله لفريبو. على الناحيه التانيه بنشوف ديبرا بدات زي ما هي بحث في قضيه تيجان، وبتروح دلوقتي ديبرا لمكان كده بيشتغلوا فيه بائعات الهواء والعياذ بالله، وبتسالهم يعني عن تيجان لو حد يكون يعرفه. بس ما حدش بيفيد ديبرا خالص. ولما بتخلص ديبرا بتجيلها يوكي لو تفتكرها، وبتحاول تاني معاها تضغط عليها عشان تساعدها في البحث ورا كوين، بس برضه ديبرا بترفض وبتسيبها وبتمشي. بعدها بقى بتضطر ديبرا انها تاخد بعضها وتروح للمخبر اللي اسمه انطوان، وبتروح لانطوان في المكان اللي بيشتغل فيه واللي هو عباره عن كازينو كده بيغني انطوان فيه. المهم يعني ديبرا بتطلب من انطوان انه يوصلها لاي حاجه عن تيجان دي، فبيوعدها انه هيتصرف. تاني يوم بيجيب انطوان ديبرا في مكان كده بتاع تاجر مخدرات اسمه خفير، وبيعرفها انطوان ان خفير ده هيقدر يوصلها لتيجان. فبتشكره ديبرا وبتروح لخفير وبتساله عن تيجان، والاول يعني بيحاول خفير انه ينكر انه يعرفها، لكن ديبرا بتفضل تضغط عليه. فبيعرفها خفير انه يعرف تيجان فعلا، وانها كانت بتتعامل مع تاجر مخدرات اسمه فريبو، وكان فريبو بيديها مخدرات ببلاش في مقابل انها تعيش معاه في الحرم. في الوقت ده بتربط ديبرا الاحداث ببعضها وبتعرف ان فريبو هو اللي قتلها وهرب بعد كده. فبالتالي بتروح ديبرا لانجل وماريا والكل وبتعرفهم بموضوع تيجان ده وعلاقتها بفريبو. فبيعرفوا الكل ان قضيه تيجان واوسكار مرتبطين مع بعض بشكل ما، لان غالبا القاتل واحد واللي هو فريبو، فبيقرروا يوصلوا له باي شكل كان لانه كده زاد عن حده. اما بقى انجل وكوين فبياخدوا بعضهم وبيروحوا يعملوا مداهمه لبيت تاجر مخدرات تاني اسمه زاك، وزاك ده كان يعني يعرف فريبو. فبالتالي بيدخلوا بيته بيثبتوه وبيلاقوا عنده مخدرات كتير جدا. فبيسالوا بقى زاك يعرف اي معلومات عن فريبو، فبيقول لهم زاك انه ما يعرفش اي معلومات عنه، لكنه يعرف معلومات عن تشيكي هاينز، وممكن عادي جدا يديهم المعلومات دي في مقابل انه ما يتقبضش عليه دلوقتي بتهمه التجاره بالمخدرات. وتشيكي على فكره هاينز ده صديقي المفروض انه مجرم مدان بجريمه قتل قبل كده، ولكن زاك بيعرف انجل وكوين ان تشيكي هاينز ده
بريء، وبيثبت كده حجة غياب قوية ليه في اليوم اللي كان متهم فيه بجريمة قتل. فبيروح دلوقتي انجل لماريا وبيعرفها كل المعلومات دي، فبتتصدم ماريا لان اصلا اللي مسك قضيه تشيكي واتهمه بجريمه القتل واثبتها عليه هو ميجيل برادو. فبناء عليه بتروح ماريا لميجيل وبتعرفه بموضوع تشيكي هاينز ده وانه بريء. فبيتضايق ميجيل في الوقت ده لان ماريا ما لقيتش اخوه، وكمان دلوقتي جايه تبوظ قضيه كده كان عملها. فبالتالي بيعرفها ميجيل انه هيشوف حوار تشيكي ده وهيبقى يرد عليها، وبتسيبه ماريا وبتمشي. بعد كده بقى بنشوف ان ديكستر بيروح لبيت تيجان اللي قدر يعرفه، وبيدخل البيت فبيتصدم ان فريبو مستخبي في البيت ده. اول ما بيعرف ديكستر كده بياخد بعضه وبيهرب قبل ما فريبو يشوفه في البيت خالص. وبيروح ديكستر دلوقتي يجهز كل حاجه عشان يقتل فريبو. بيرجع بعد كده مره تانية لبيت فريبو وبيخطفه في مخزن كده جنب البيت على طول، وبيربطه كعادته، وبيبدا بقى ياخد عينه دم منه زي ما بيعمل دايما مع اي حد بيقتله. وبس بعدها بيقتل ديكستر فريبو نهائيا، وبيخرج ديكستر من البيت عشان يهرب. وفي الاثناء دي بيتصدم بقى بميجيل قدامه اللي قدر يحدد مكان فريبو من مراقبه تليفون ام فريبو، وبالتالي وصل لحد هنا. وحاليا بقى بيستغرب ميجيل هو ليه ديكستر جاي لحد هنا، وبيساله هو عمل ايه. فبيقول له ديكستر انه كان بيبحث ورا فريبو زي ما قال له قبل كده، لحد ما قدر ان هو يوصل برضه للمكان ده، وكان داخل يواجه فريبو، لكن فريبو حاول يقتله فاضطر ان هو يقتله دفاعا عن نفسه. في الاثناء دي بيفرح ميجيل باللي عمله ديكستر ده، وبيقرر انه خلاص مش هيبلغ عنه وانه كمان هيقف جنبه. في الاثناء دي بيمسك ديكستر قميص ميجيل، وبالتالي بيتلوث بشويه دم من الدم بتاع فريبو. وخليك فاكر ان ديكستر عمل الحركه دي لقدام. بعد كام يوم بقى من كل ده بيروح ديكستر مع ريتا وستور وكودي لماركت كده بيشتروا شويه حاجات من هناك. وفي الوقت ده ستور بيغيب عن ريتا والكل، فبيروح بقى ديكستر يدور عليها. وبيلاقي على فكره ديكستر حاليا ان في شخص كده اسمه نيسان واقف بيتكلم مع ستور. فبيروح ديكستر وبياخد ستور وبيمشوا، وبيكون ديكستر مش مرتاح نهائيا للنيسان ده. فبالتالي بياخد ديكستر رقم عربيه نيسان عشان يعني يبقى يبحث عنه، وبياخد بعد كده ريتا والكل وبيمشوا من المكان. بعدها بيروح ديكستر الاسم اللي بيشتغل فيه، وفي الاسم بقى بيجي ميجيل برادو وبيتكلم حاليا مع ماريا، وبيحاول يطلب منها انها توقف بحث في قضيه اوسكار. فبيعرف ديكستر حاليا ان ميجيل بيعمل كده عشان يعني يوقف بحث في القضيه، ومحدش يعرف ان ديكستر هو اللي قتل فريبو. وده بيعرف ديكستر ان ميجيل شخص مختلف وبالتالي بجد ناوي يساعده. المهم اثناء بقى ما كان ديكستر وميجيل والكل في الاسم بيجي بلاغ عن شخص اتقتل بنفس الطريقه اللي هي الصرخ اللي اتقتلت بيها تيجان. وهنا بقى بيعرف ديكستر وميجيل ان ده معناه ان مش فريبو هو اللي قتل تيجان، بل في شخص تاني هو اللي قتل تيجان وقتل الشخص اللي اتبلغ عنه حاليا. وده معناه ان في قاتل او سفاح جديد في المدينه هيتسمى السالخ. المهم يعني ان ديكستر وماسوكا وانجل وديبرا بيروحوا يشوفوا الجريمه الجديده اللي اتبلغ عنها، وبيكتشفوا حاليا ان الشخص اللي اتقتل واتسلخ هو خفير اللي سبق. وديبرا راحت له وسالته عن فريبو، وطبعا بيقولوا الكل ان اكيد يعني فريبو اللي قتله عشان ما حدش يوصل الشرطه ليه، وده لان ما حدش يعرف لسه ان فريبو اتقتل اصلا، وبالتالي استحاله يكون هو القاتل او السالخ يعني. المهم بعد كده بقى بيروح ديكستر لريتا، وبتعرف ريتا ديكستر حاليا انها عارفه انه مش حابب يخلف منها، وبالتالي هي تحتفظ بالطفل اللي في بطنها، ولكن مش لازم تكتبه على اسمه لو هو مش عاوز. في الوقت ده مش بيدي ديكستر لريتا اي رد، وبيعدي الموقف وبياخد ريتا وبيروح حاليا يقعدوا مع ميجيل. وبيكون مع ميجيل حاليا رامون اللي بيفضل يتخانق مع ميجيل لانه لسه ما وصلش القاتل اوسكار اللي هو فريبو. وبيسيب دلوقتي رامون المكان وبيمشي. وبيعرف دلوقتي ديكستر من ميجيل ان يعني رامون مجنون جدا ومش هيهدى الا لما يوصل لفريبو، وده بيضايق ديكستر لانه بيعرف كده انه لازم يتعامل مع رامون هو التاني باي شكل عشان يوقفه. في المجمل بعد كده بيروح ديكستر بيته وبيبدا يبحث عن نيسن، وبيكتشف ديكستر حاليا ان نيسن ده متحرش بالاطفال، وانه يعني كان بيتكلم مع ستور عشان عايز يتحرش بيها. فبيقرر ديكستر انه يعني هيخلص عليه لانه يستاهل الموت، وفعلا شخص زي ده يستاهل الموت عموما يعني. اثناء بقى ما كان ديكستر قاعد في بيته بيجيله حاليا ميجيل، وبيطلب ميجيل من ديكستر انهم يعرفوا الكل ان فريبو اتقتل عشان رامون يهدى ويبطل يبحث في الموضوع. لكن ديكستر مش بيوافق، وبيعرف ميجيل انه اتخلص من الجثه خلاص، وبالتالي مش هينفع يعرف رامون باي حاجه. طبعا بيصدم ميجيل وبيطلب من ديكستر يعرفه مكان الجثه، فبيوافق ديكستر وبيتفقوا على كده. تاني يوم بياخد ديكستر ميجيل لمقابر كده، وبيفهم ميجيل انه اتخلص من جثه فريبو هنا. فبيصدقوا ميجيل رغم ان ديكستر بيكذب يا صديقي عشان مش عاوز طبعا حد يفضح مكان اللي اتخلص فيه من الجثه. وبيقول بعد كده ميجيل لديكستر انه هيطلع امر بنبش يعني المقابر دي عشان يطلعوا جثه فريبو، لكن ديكستر بيرفض وبيفهم ميجيل ان ممكن يكون سايب دليل على جثه فريبو يحبسه، وبالتالي مش هينفع انهم يعني يبينوا جثته لاي حد. فبيوافق ميجيل على كلام ديكستر، وبيعرف ديكستر انهم لازم باي شكل يعرفوا الكل في الاسم ان فريبو ملوش اي علاقه بقتل تيجان وخفير، عشان يعني الشرطه تبحث عن السفاح السالخ الحقيقي ويوصلوا له. فبيوافق ديكستر وبيعرف ميجيل انه هيتصرف في الموضوع ده. بعد كده بيروح ديكستر مع ريتا وستور وكودي
للشاطئ يغيروا يعني جو، وبيلاقي هناك ديكستر نيسن في نفس المكان وبيراقبهم وعمال يصور ستور. فبيتعصب ديكستر وبيروح لنيسن ده وبيأمره يبعد عن ستور خالص والاطفال كلها عموما والا هيزعله، وبيسيبه وبيمشي. بعدها بقى بيطبع ديكستر منشور كده باسم تيجان وبيعلقه في مكان عام في الشارع، وبيجيب ديكستر اخته ديبرا للمكان وبيخليها تشوف المنشور ده. وبتعرف ديبرا حاليا اخيرا هوية تيجان، فبتقرر انها تبحث وراها. بعد فترة بنشوف ان ديبرا بتجتمع بالكل في القسم وبتعرفهم انها قدرت تعرف بيت تيجان، وراحت لبيتها واكتشفت ان فريبو كان عايش في البيت ده لكنه اختفى وغالبا هرب. وبتقول ديبرا ان ده معناه ان فريبو مش هو قاتل تيجان وخفير، لانه لو عمل كده ما كانش هيستخبى في بيت تيجان نفسه، وبالتالي في كده قاتل في المدينة او سفاح اسمه السالخ غير خالص فريبو لازم نوصل له. وبس يا سيدي، بالشكل ده اللي كان ديكستر عاوزه وحصل، الا وهو انه بعد فريبو خالص عن قضية قتل تيجان وخفير. على الجانب الاخر بنشوف ان ميجيل بيروح بقى المحكمة وبيتكلم مع الصحافة عن تشيكي هاينز لو تفتكر، وبيقول ميجيل انه مجرم ولازم ياخد اقصى عقوبة. وبتكون ماريا في المحكمة وبتقابل ميجيل وبتعرفوا ان تشيكي بريء وانها عرفته ده فلازم يعني يبرئه، لكن ميجيل مش بيهتم خالص بكلامها وبيسيبها. في الوقت ده بتشوف ماريا ادلين اللي تبقى يعني محامية تشيكي، وبتقرر ماريا انها هتتواصل مع ادلين دي عشان تثبت براءة تشيكي مادام يعني ميجيل مش عاوز يعمل ده. على ذكر ميجيل بنشوف حاليا ان ميجيل بيروح يقابل ديكستر برضه وبيشكره انه بعد الشرطة عن فريبو عشان يدوروا بعد كده على القاتل الحقيقي اللي بجد اللي قتل تيجان وخفير. وبيعرفوا ميجيل انه من النهارده هما الاتنين اصدقاء وانه عاوز يثق فيه بكل الطرق. وعشان ديكستر بقى يثق في ميجيل بيجيب له دلوقتي ميجيل القميص بتاعه اللي كان عليه دم فريبو، وبيعرف ديكستر ان القميص ده يثبت ان ميجيل هو اللي قتل فريبو مش ديكستر. وبيدي بقى ميجيل القميص ده لديكستر وبيطلب منه ان هو لو عاوز يحتفظ بيه عشان يثق انهم بجد اصدقاء وانه مش هيأذيه في اي يوم من الايام. وبس بياخد فعلا ديكستر القميص وبيسيب دلوقتي ميجيل وبيمشي. ومن اللحظه دي بيبدا ديكستر يحس ان اخيرا ليه صديق جديد اسمه ميجيل. في كل الاحوال بنسيب بقى كل ده وبنروح لديبرا اللي بتكون بتبحث عن قاتل خفير، فبالتالي بتروح تقابل انطوان وبتطلب منه يساعدها. لكن انطوان بيعرف حاليا ديبرا ان خفير عشان يتكلم معاها اتقتل وانه مش هيديها اي معلومات عشان ما يموتش هو كمان. في الوقت ده بتتضايق ديبرا فبتاخد انطوان وبتحبسه عشان يتربى شويه. وطبعا لان انطوان كان المخبر بتاع كوين فبيتضايق كوين وبيروح دلوقتي لديبرا وبيطلب منها تفرج عن انطوان، فبتوافق ديبرا وبتعمل كده. في نفس اليوم بالليل بتروح ديبرا لانطوان وبتعتذر له عن اللي حصل يعني، فبيقبل انطوان اعتذارها وبنبدا نحس كده انهم هما الاثنين بداوا يحبوا بعض شويه. المهم على الجانب الاخر بنشوف ان ديكستر بيروح لنيسن وبيخلص عليه، وبيكون ديكستر عارف من جواه انه عمل كده بس عشان ريتا وبنتها ستور، وبيحس ديكستر انه فعلا بجد بيحب العيله دي. فبناء عليه بيروح ديكستر لريتا وبيعرفها انه خلاص هيعترف بابنهم وهيتجوزها بشكل رسمي. فبتفرح جدا ريتا وبتشكر ديكستر. تاني يوم بقى بيكون ديكستر قاعد مع ريتا في البيت وحاليا بتساله ستور هو هيتجوز امها ريتا امتى، لكن ديكستر مش بيرد. فبتعرف ريتا ان ديكستر لسه ما خدش قراره بشكل نهائي انه هيتجوزها بجد، وده بيضايق ريتا شويه لكنها مش بتقول اي حاجه. بعد كده يا صديقي بيروح ريتا وديكستر والكل لحفله كده في بيت ميجيل، وبيكون رامون موجود هناك. وحاليا رامون بيتخانق مع ميجيل لانه لسه ما جابش حق اوسكار، وبيسيب رامون المكان وبيمشي. بعدها بيتكلم ميجيل مع ديكستر وبيطلب منه انهم يعني يعرفوا رامون ان فريبو مات بحيث يعني رامون يهدى شويه كده، لكن ديكستر بيرفض لانه لا يثق برامون نهائيا. فبيوافق ميجيل على كلامه وبيعدي الموقف. بعد كده بيروح ديكستر والكل لجريمه قتل جديده، والمره دي بقى بيكون القاتل هو شخص اسمه جاك واللي بيكون معاه خطيبته اللي اسمها فيونا. وبتكون فيونا منهاره وبتقول ان في شخص اقتحم البيت وقتل جاك وهرب. بعدها بياخدوا الكل فيونا للاسم وبتبدا بقى ديبرا وكوين يتكلموا معاها شويه ويحاولوا يخلوها تتكلم وتدلهم باي شكل كان على القاتل. وبتلاحظ ديبرا ان كوين ليه طريقته كده في التحقيق وانه شخص متمكن جدا لدرجه انه قدر يهدي فيونا في لحظات وخلاها كمان توصف القاتل بشكل دقيق عشان يبدا الرسام اللي معاهم في الاسم يرسم لهم شكل تخيلي كده بحيث على الاقل يقدروا يحددوا ملامحه. فبقى القدره بتاعت كوين الكبيره دي بتثير اهتمام ديبرا شويه، فبالتالي بتروح ديبرا لانطوان وبتساله عن كوين. فبيعرفها انطوان ان كوين ده شخص محترم جدا وانه قبل كده طلعه من مشكله كبيره كانت معاه، وعشان كده انطوان بيحترمه لغايه دلوقتي وبيشتغل معاه. ومن هنا بتبدا كمان ديبرا تحترم كوين، وبالتالي بتقرر انها مش هتساعد يوكي خالص انها توقعه. في كل الاحوال بعد كده بيجيب ديكستر انجيلا وبيعرفها ان قصه فيونا دي فيها حاجه غلط، لان الادله كلها بتقول ان القاتل هو شخص طويل جدا وانه ضرب جاك على راسه لحد ما قتله. لكن الادله بقى اللي موجوده في مسرح الجريمه بتثبت ان اللي قتل جاك هو شخص قصير في طول فيونا كده تقريبا. ومن هنا بيبداوا الكل يشكوا ان فيونا هي القاتله وبتتهم حد ثاني. فتروح بقى ديبرا تحقق معاها،
بس مش بتوصل ديبرا لاي شيء. فبيقعد بقى كوين مع فيونا وبيقدر ان هو يخليها تعترف انها قتلت جاك، لان اصلا فيونا مريضه نفسيه وكانت بتحب جاك بشكل كبير وهو مش بيحبها يعني، فبالتالي قتلته. عشان كده بعد ما خلصت بقى القضيه دي بتكون ديبرا مروحه بيتها، وفجاه بتتفاجئ بيوكي واللي بتسالها تاني عن كوين، لكن ديبرا بترفض تتعاون معاها وبتتعصب المره دي وبتسيبها وبتمشي. على الجانب الاخر بقى بنشوف ان ماريا بتروح لميجيل عشان يعني يبحث في قضيه تشيكي هاينز، لكن ميجيل بيرفض يسمع لها اصلا. فبتتضايق ماريا وبتروح بقى لإدلين وبتديها ادله تثبت ان تشيكي بريء، فبتشكرها جدا إدلين وبتقرر تشتغل على المعلومات اللي معاها حاليا. على الناحيه التانيه بقى بنشوف ان انجل يا صديقي بيروح لبائعه هوا كده عشان يعني حاجه كده والعياذ بالله ملناش علاقه بيها، لكن بائعه الهوا دي بتطلع شرطيه في قسم الرذيله اسمها باربرا، وطبعا بتمشي انجل من المكان، ولكن يعني بعد ما تبص له بصه اهانه. تاني يوم بتروح باربرا لانجل وبتطلب منه ان هو ما يروحش لاي بيت دعاره تاني عشان يعني ما تضطرش انها تحبسه. بيوافق فعلا انجل وهو مكسوف وبيتفقوا على كده. على الناحيه التانيه بنشوف ان ديكستر بيقرر يهتم برامون شويه عشان يعني يخلص منه خالص. فبناء عليه بيروح ديكستر لرامون في حانه كده كان موجود فيها وبيحاول يبعده عن البحث في القضيه بتاعت اوسكار، لكن رامون مش بيوافق نهائيا فبيسيبه ديكستر وبيمشي. تاني يوم بنشوف ان رامون بيروح القسم وبيتخانق مع ماريا والكل لانهم مش بيشوفوا شغلهم بشكل كبير، واكبر دليل على كده ان في شخص تواصل مع رامون وقال له ان فريبو موجود في المدينه وان محدش بيبحث عنه لغايه دلوقتي ولا عاوز يلاقيه. وبنعرف كده ان ديكستر هو اللي عمل كده عشان يشتت رامون اكتر واكتر. بعدها بقى بيروح ديكستر لميجيل وبيعرفه انه ناوي يقول لرامون الحقيقه، فبيفرح ميجيل وبياخد ديكستر وبيروحوا بقى لرامون في حانه كده وبيكونوا هيقولوا له الحقيقه خلاص كلها بخصوص يعني فريبو انه اتقتل. لكن يا صديقي رامون في الوقت ده بيكون شارب ومش شايف قدامه وبيعمل مشكله كبيره في الحانه، وده بقى بيخلي ميجيل يقتنع انه مش هيقول لرامون حاجه لانه بنسبه كبيره ممكن ما يصدقهمش او هيعمل مشكله. وبالشكل ده ديكستر عمل اللي عايزه، قدر يعني يخلي ميجيل لا يثق في اخوه تماما، فبالتالي مش هيقولوا اي حاجه لاي حد. واكبر دليل على كده تاني يوم بيقعد ميجيل مع ديكستر وبيعرفه انه قرر ما يقولش لرامون اي شيء، فبيفرح ديكستر وبيتفقوا. على الناحيه التانيه بنشوف ان ريتا بتعمل مشكله كده في الفندق اللي كانت شغاله فيه وبتترفد من شغلها. بعدها بيروح لها ديكستر وبيقول لها انه هيتجوزها بشكل رسمي وهيصرف عليها وكل حاجه وعلى علاجها كمان، وانها يعني مش محتاجه خالص للشغل بتاعها ده. لكن ريتا مش بتوافق لانها لسه مش واثقه برضه ان ديكستر عاوزها بجد ومن قلبه. ولكن ديكستر مش بييأس وبيروح مره تانية لريتا وبيفضل يقنعها انه بيحبها وعايز يتجوزها بجد، فبتفرح ريتا وبتوافق على كلامه اخيرا وبيقرروا يتجوزوا بشكل رسمي قدام كل الناس. تاني يوم بنشوف ديكستر وهو مع ميجيل في ملعب الجولف وبيلعبوا سوا كده وبيبداوا بقى يقربوا لبعض اكتر واكتر. وبعد ما بيلعبوا بيقعدوا مع سال ويعني ريتا اللي هم مراتاتهم، وبتقول سال في الوقت ده ان ريتا عايزه تبيع بيتها وشقه ديكستر ويتنقلوا لبيت كبير يعيشوا فيه بعد الجواز. بس ديكستر ما بيكونش عاوز يتخلى عن بيته وما بيكونش عاوز برضه يحرج ريتا، فبياخد بقى ميجيل باله من الكلام ده فبيتوه الموضوع ده دلوقتي عشان ديكستر ما يتحرجش قدام الكل. وبيبدا بقى ديكستر يا صديقي من الحركه دي يحب ميجيل اكتر واكتر. بعدها بقى بيروح ديكستر لبيته وبيبدا يبحث عن شخص كده جديد عشان يقتله، والشخص ده المره دي بيكون اسمه ايسن. والمفروض ان ايسن قتل زوجة ليه زمان وخرج من القضيه براءه، وقتل زوجة ليه حاليا وبرضه هيخرج براءه. ولعلم ديكستر عرف موضوع ايسن ده من ميجيل، وبالتالي بيقرر ان هو يبحث عنه ويخلص من ايسن ده لانه مجرم ويستاهل يتقتل. بعد كده بقى بيروحوا الكل عشان يحققوا في جريمه جديده، وجريمه القتل دي بقى كانت في بيت عمده المدينه، وبتكون في بنت كده اتقتلت واترمت هناك، وبتكون البنت دي برضه فيها علامات سلخ في جسمها، يعني القاتل هو السفاح السالخ. ولان البنت دي ماتت في بيت العمده فبالتالي بيتعين ضابط من دايره حمايه العمده عشان يتابع القضيه دي كويس جدا مع القسم بتاع القتل اللي المفروض بتديره ماريا. الضابط ده بقى يا صديقي بيكون رامون، واللي بيكونوا الكل عارفين انه اكيد هيحاول يدمر القسم كله ويأذي الكل لانهم ما لقيوش لغايه دلوقتي قاتل اوسكار اخوه، وعشان كده بيكون الكل عاوزين يبعدوا رامون بكل الطرق عنهم. واللي بيقدر يبعد رامون عنهم هو ماسوكا، اللي بيثبت للكل ان القاتل اللي قتل البنت في بيت العمده مش هو خالص نفس القاتل اللي قتل تيجان وخفير، لان طريقته في القتل مختلفه تماما، وبالتالي القضيه دي مش مرتبطه بالقضايا اللي معاهم، وكده رامون ملوش مكان وسطهم. طبعا رامون بيتغاظ الصراحه من الحركه دي لكنه بيسيب المكان وبيمشي. بعد كده بيروح ديكستر لايسن اللي عاوز يقتله ده، وبيعرف ديكستر ان ايسن ده هيروح رحله بحريه، فبيقرر ديكستر انه هيروح نفس الرحله دي ويخلص على ايسن هناك. وقبل ما ديكستر بقى يروح الرحله دي بيروح لريتا اللي بتطلب منه انه هو يعني يجي معاها يشوفوا بيت كده عشان يعني يشتروه، لكن ديكستر مش بيوافق فبتضايق ريتا وبيسيبها دلوقتي ديكستر، وبيروح حاليا يجهز القارب بتاعه عشان يروح الرحله ويقتل ايسن. بس قبل ما ديكستر يروح لاي حته
بيجيله ميجال اللي بيساله رايح فين، فبيعرفوا ديكستر انه رايح رحله صيد كده، فبيستغرب ميجال لكنه يعني بيعدي الموقف ومش بيعلق. بعد كده بيروح ديكستر بقى رحله البحريه دي، وبيقدر ان هو يوصل لايسن وبيقتله وبيتخلص من جثته في البحر، وبيمشي بعدها عشان يعني يرجع مره تانية لريتا والكل. في نفس الوقت ده كانت ريتا مع سيل وبيدوروا دلوقتي على بيت جديد، ولكن ريتا بتتعب جدا بسبب حملها الجديد حاليا وبتتنقل للمستشفى، وبتكون سيل وميجال معاها ومش بيسيبوها حاليا خالص. وبيحاول ميجال على فكره ان هو يوصل لديكستر بكل الطرق لكنه بيفشل، فبيبعت خافر السواحل حرفيا يدوروا عليه في المكان اللي ديكستر على فكره قال لميجال انه هيصطاد فيه، لكنهم مش بيوصلوا له خالص. بعد بقى وقت طويل بيرجع ديكستر وبيعرف ان ريتا تعبانه، فعلى طول بيروح لها المستشفى وبيطمن عليها، وبيعرف ان الطفل اللي في بطنها لسه بخير، وده يعني بيريحه شويه وبيطمنه. الفكره بقى ان بعد ما اطمن ديكستر على ريتا بيجي له حاليا ميجال وبيقول له ان ايسن اختفى في رحله بحريه، وبيقول ميجال لديكستر انه عارف ان ايسن مات وان ديكستر هو اللي قتله لانه مجرم ويستاهل العقاب. طبعا بيتصدم ديكستر من ذكاء ميجال وانه قدر يربط الامور ببعض بالشكل ده، وبيحاول ديكستر يهرب من ميجال ويتوه في الكلام، بس ميجيل بيكون مقتنع تماما انه قاتل، وبيكون ميجيل مش متضايق، بالعكس ده بيكون فخور بديكستر جدا، وبيعرفه ان ده صح وانهم لازم يتخلصوا من المجرمين، ومش بيصدق ديكستر نفسه، وبيعرف ان من اللحظه دي ليه صديق جديد اسمه ميجيل، وليه شريك كمان في جرائم القتل اللي بيعملها اسمه ميجيل، اللي مهووس زي ديكستر بالظبط بتحقيق العداله، وما عندوش اي مشكله مع قتل اي مجرم في سبيل تحقيق الكلام ده. ولسه ما نعرفش الصراحه ديكستر وميجيل هيعملوا ايه تاني، ولكن كله هيبان قدام. دلوقتي بقى بنسيب ديكستر شويه وبنروح لديبرا اللي بتاخد بعضها وبتروح حاليا لانطوان عشان يكملوا بحث عن فريبو، لان ما تنساش ان فريبو مازال متهم بقتل اوسكار، فلازم يوصلوا له. المهم يعني ان انطوان بيوصل ديبرا لواحد من زباين فريبو المدمنين، والمدمن ده بدوره بيعرف ديبرا انها تقدر تتواصل مع ويندل الطفل اللي كان بيشتغل مع فريبو، واكيد توصل منه لحاجه كده بخصوص فريبو. فبتوافق ديبرا وبتجيب بقى الطفل ويندل ده للاسم، وبتحاول تحقق معاه عن فريبو، لكن ويندل مش بيقول اي شيء لانه بيكون خايف يتقتل زي ما اتقتل خفير اللي اتقتل على ايد السالخ بعد ما قال معلومات عن فريبو. لكن ديبرا مش بتيأس برضه، وبتروح مره تانية للطفل ويندل البيت وبتطلب منه ان هو يعني لو وصل لاي معلومه عن فريبو يبلغها، فبيوافق فعلا ويندل. وبنشوف حاليا ان في شخص كده مش بنشوف هو مين كان بيراقب ديبرا وويندل، وبنعرف ان الشخص ده هو اكيد السالخ، واكيد هيقتل الطفل ويندل لانه اتكلم مع ديبرا، وهنشوف قدام برضه هيعمل كده ازاي. تاني يوم بيروح ديكستر مع ميجيل في رحله بحريه كده عشان يصطادوا، وبيفضلوا يتكلموا هما الاثنين عن قتل ايسن، وبيبدا ميجيل وديكستر يقربوا لبعض اكتر واكتر. بعدها بيروح ديكستر والكل لجريمه قتل جديده تمت على ايد السالخ، وبيكون الضحيه المره دي هو للاسف ويندل اللي مات بشكل بشع جدا على ايد السالخ. وطبعا بتحس جدا ديبرا بالذنب وانها سبب المره دي في موت ويندل عشان اتكلمت معاه، وعشان كده بقى بتروح ديبرا الاسم وبتتكلم مع ديكستر، وبتعرفه انها شاكه ان في حد من الشرطه هو السالخ، لان في حد بيتابع كده التحقيق بتاع ديبرا اول باول وبيقتل اي حد بيتعاون معاها. فالوحيد ده بيفكر ديكستر شويه وبيقول لديبرا ان ممكن السالخ ده يكون رامون اللي من مصلحته اصلا ان هو يقتل اي حد له علاقه بفريبو عشان يوصل لفريبو. فبتقتنع ديبرا شويه بكلام ديكستر وبتقرر تركز اكتر الفتره الجايه على رامون. بعد كده بتروح ديبرا لانطوان وبيتكلموا عن رامون، وبيقول انطوان ان رامون ده شخص مختل وممكن يعمل اي شيء عشان يوصل لقاتل اخوه اوسكار. فبتقتنع ديبرا بكلام انطوان وبتاخد بعضها وبتروح لكوين وانجل وبتعرفهم حاليا ان السالخ غالبا هو رامون. فبيتصدموا الكل وبيقرروا يبحثوا وراه اكتر واكتر، وبتبدا فعلا ديبرا تراقب رامون في الليل عشان تشوف خط سيره وكده يعني. وتاني يوم لما بتروح ديبرا الشغل بتجيلها بقى يوكي وتطلب منها تتعاون معاها تاني بخصوص كوين، لكن ديبرا بترفض. فبتتعصب يوكي وبتعرفها انها هتتعاون معاها غصب عنها والا هتطلع عنها سمعه وحشه في الاسم كله، وبتسيبها وتمشي. بعدها بقى ديبرا ولا بتحط في دماغها وبتستمر زي ما هي في مراقبه رامون، لحد ما بتلاقي رامون في مره بيخطف تاجر مخدرات كده كان له علاقه بفريبو، وبتروح بقى ديبرا ورا رامون لحد ما بتلاقيه خد اللي خطفه ده لمكان كده وبدا يعذبه، وبيجي كمان كوين عشان يعني يساعد ديبرا. المهم انهم دلوقتي بيفضلوا يراقبوا رامون وهو بيعذب التاجر عشان يعرفوا هل هو بجد سالخ ولا لا، لحد ما بيلاقوا ان رامون عذب التاجر ده شويه، ولما وصلش منه لاي معلومه اطلق سراحه، وتاكدوا هنا بقى ان رامون مش هو السالخ. لكنهم يعني في العموم برضه بيقبضوا عليه وبيروحوا بيه الاسم وبيعرفوا ماريا وانجل كل حاجه شافوها عنه. فبتتصدم ماريا وبتقرر انها تتصرف مع رامون واللي عمله ده. اما بقى ديبرا فبتقول بقى لكوين يا صديقي موضوع يوكي بالكامل وانها عاوزه توقعه باي طريقه. فبيعرفها كوين ان للاسف يوكي دي كانت خطيبته زمان وكانوا بيحبوا بعض، ولكن ما حصلش نصيب بينهم، وعشان كده هي عاوزه تنتقم منه وانه ما يقدرش يتصرف معاها خالص حاليا. ولكن عموما بيشكر ديبرا انها قالت له وبيسيبها وبيمشي.
بعد كده بقى بنشوف ان ديكستر بيكون عاوز يختبر ميجال وهل فعلا مستعد يعمل اي شيء عشان يقتل المجرمين زيه ولا لا. فبالتالي بيروح ديكستر لميجال وبيعرفه ان في قاتل متسلسل اسمه جالت محبوس مدى الحياه في سجن مشدد، وانهم بقى عاوزين يوصلوا لجالت ده ويقتلوه. في الوقت ده بيكون ديكستر فاكر ان ميجال هيرفض يعمل حاجه مجنونه زي دي وهيبعد عن موضوع القتل ده خالص، لكن الغريب ان ميجال بيعرف ديكستر انه موافق وهيتصرف معاه وهيوصلوا لجالت في السجن عشان يعني يخلصوا عليه. طبعا كل ده بيفاجئ ديكستر جدا وبيتفاجئ من الحماس اللي عند ميجيل ناحيه قتل المجرمين، وبيحس ان ميجيل شريك ليه يعتمد عليه فعلا وبجد. بعد كده بقى بنشوف ان ديكستر بيعرف ان في ست كانت بتشتغل معاهم في ارشيف الاسم اسمها كاميلا، مريضه جدا بسبب سرطان الرئه ومحجوزه يعني في المستشفى. فبيروح لها ديكستر يطمن عليها وبيلاقيها مريضه جدا وفاقده للامل تماما، وبتطلب دلوقتي من ديكستر بشكل مباشر كده ان هو يساعدها ويقتلها عشان ما تتعذبش اكتر من كده في المرض بتاعها. فبيتصدم ديكستر وما بيكونش عارف يعمل ايه ومش بيقول لكاميلا اي حاجه حاليا. بعدها بيروح ديكستر وريتا يزوروا ميجال وسال في البيت بتاعهم، وبتقعد دلوقتي ريتا مع سيل اللي بتقنعها حاليا يعني انها تشتغل معاها في بيع العقارات انها بتكسب حلو. فبتوافق ريتا وبيتفقوا على كده. اما بقى ميجال فكان قاعد مع ديكستر وبيعرف ديكستر انه ليه حل عشان يوصلوا لجالت، والحل ده باختصار ان ميجال بما انه النائب بتاع العمده هيستدعي جالت للمحكمه عشان يعني يشهد في قضيه كده، وساعتها هيساعد ميجال ديكستر انهم يخطفوا جالت من المحكمه ويخلصوا عليه. فبيوافق ديكستر وبينبهر اكتر واكتر بان ميجال كل شويه بينغمس معاه في موضوع القتل ده بشكل مش طبيعي. بعدها بقى بيساعد ميجال ديكستر انهم يخطفوا جالت من المحكمه وبيهربوا بيه، وبياخد ديكستر جالت لمكان سري كده ميجال ما يعرفش عنه اي حاجه، وحاليا بيخلص على جالت بطريقته المعتاده. وطبعا مش بيعرف ديكستر لميجال المكان اللي بيقتل فيه لانه لسه مش واثق فيه بشكل كامل، وده اللي بيفهمه ميجال لكنه مش بيهتم يعني. وبتكون اهم حاجه حاليا بالنسبه له انهم يخلصوا من مجرم زي جالت، وانهم لازم يشوفوا مجرم غيره يخلصوا عليه. بعد كده بقى يا صديقي بنشوف ان ديكستر في بيت ريتا، وبتقول له ريتا حاليا انه لازم يحدد قائمه يعني بالاصدقاء اللي هيجوا الفرح بتاعهم. فبيوافق ديكستر وبيودعها دلوقتي وبيمشي. بيروح ديكستر الاسم عشان يعني يلاقي حاجه جديده ومشكله جديده كالعاده، لان حاليا ميجيل في الاسم وبيحاول يشوف طريقه عشان يخرج رامو من المصيبه اللي هو فيها، واللي هي انه خطف واحد وعذبه عشان يوصل لفريبو. وبيقدر دلوقتي ميجيل بعد عناء كبير يعني انه يوصل لاتفاق مع ماريا، وهي ان رامون هيطلع خلاص عادي جدا، ولكن هيطلع معاش مبكر ومحدش هيعرف خالص باللي هو عمله ولا هيتعاقب او يتسجن او اي شيء. فبيوافق رامون غصب عنه وبتنتهي المشكله على هنا. بعدها بقى بيجمع انجل كل الموجودين هنا عشان يقول لهم على خطه كده ناوي يعملها بحيث انهم يوصلوا للسالخ. الخطه دي باختصار بقى انهم هيطلعوا اشاعه على انطوان انه بيساعد الشرطه عشان يوصلوا لفريبو، وساعتها السالخ هيحاول يقتل انطوان فهم هيوصلوا له. في الوقت ده بتتضايق جدا ديبرا من كلامهم ده، انها يعني بتحب انطوان عشان خاطر شخص غلبان، فبتقرر تتصرف. عموما بتحصل بقى جريمه جديده وبيروح ديكستر حاليا عشان يعني يعاين الجريمه دي، وبيكون الجريمه باختصار ان في ست اتقتلت واللي قتلها الشخص اللي كان مرتبط بيها واللي اسمه ألبرت تشانينج، وده على فكره قاتل معروف وخرج من قضيه قتل قبل كده بسبب المحاميه إدلين. المهم يعني ديكستر بيروح لميجال وبيعرفه الكلام ده، فبيتضايق ميجال لان إدلين هتخرج ألبرت مره تانية من القضيه دي، وبيكون ميجال شايف انهم لازم يعني يخلصوا على إدلين لانها بتساعد المجرمين وده يعني مش صح. لكن ديكستر ما بيكونش مقتنع ان إدلين تستاهل الموت، وعشان كده بيرفض كلام ميجال بشكل مؤقت لحد ما يتاكد هل هتستاهل يعني تتقتل ولا لا. وعشان ميجال بقى ياكد لديكستر ان إدلين تستاهل الموت، بيخلي ميجال ديكستر يحضر اجتماع كده بينه وبين إدلين وبين ماريا، وبيشوف ديكستر يا صديقي ان إدلين بتدافع عن المجرمين عشان ده شغلها مش عشان يعني هي شريره، وبالتالي بيقعد دلوقتي ديكستر مع ميجال وبيقول له انه مش هيقتل إدلين لانها مش شريره. فبيتضايق ميجال وبيزعق مع ديكستر، فبيسيبوا ديكستر وبيمشي عشان ما يتخانقوش مع بعض. وبيعرف ديكستر بالشكل ده ان الود اللي بينه وبين ميجال انتهى، بس ده مش حقيقي الصراحه، لان بنشوف ان ماريا بتقعد مع إدلين وبتطلب منها تساعدها في تسليم ألبرت تشانينج لانه حاليا هربان، وإدلين بس اللي بتقدر تتواصل معاه لانها المحاميه بتاعته. فبتوافق إدلين وبتقرر تعمل كده. بعدها بيعرف ميجال باللي حصل ده، فبيقعد مع ديكستر وبيقول له انه طلع صح في موضوع يعني انهم ما يقتلوش إدلين لانها فعلا ما تستحقش الموت وكويسه وست غلبانه. فبيعتذر دلوقتي ميجال لديكستر، فبيعدي ديكستر الموقف وبيعرف ان ميجال شخص بجد مختلف وان صداقتهم بجد هتكمل وهتستمر. في كل الاحوال بعد كده بنشوف ان ديكستر بيفضل يتردد على كاميلا، وبيلاقي ان كاميلا مريضه ومرضها يوم بعد يوم بيزيد، فبيقرر ان هو يريحها زي ما هي عايزه. وفعلا في مره بيجيب لها كيكه كده وبيحط لها فيها سم، فبتاكلها كاميلا وتعيش انت.
على الجانب الاخر بقى بنشوف ان ديبرا بتروح لانطوان وبتعرفه ان الاسم عايزين يعملوه طعم عشان يعني يوصلوا للسالخ، وطبعا ممكن السالخ يقتله فبالتالي لازم يهرب، فبيوافق انطوان وبيسيبها. اما بقى ديبرا فبتفضل يا صديقي تبحث في كل الجرائم بتاعه السالخ لحد ما بتكتشف ان كل جرائم السالخ حصلت في اماكن فيها جناين او حدائق، وان دايما اللي بيكتشفوا الجريمه دي بيكونوا عمال الجناين دول او يعني المزارعين اللي هناك. فبتبدا ديبرا تشك ان السالخ واحد اصلا من المزارعين او العمال دول اللي بيعملوا نفسهم ان هم منشغلين في الشغل بتاع الحدائق بتاعتهم، وهو في الحقيقه يعني بيراقب ضحاياه لحد ما الوقت يكون مناسب ويخلص عليهم هناك. بتعرف ديبرا بقى الكلام ده كله لانجل وكوين، فبيقتنعوا بيه وبيقرروا ان هم يدوروا ورا كل المزارعين اللي اشتغلوا في الاماكن اللي ماتوا فيها الضحايا دول بحيث يعرفوا من القاتل. بعد كده بقى بتيجي مكالمه لديبرا من انطوان بيعرفها انه عاوز يقابلها، فبتروح بقى تقابله وبتستغرب انه ما هربش زي ما قالت له، لكن انطوان بيفاجئها انه مش هيهرب ابدا وانه موافق يكون طعم عشان تقدر توصل للسالخ وتترقى بقى في شغلها، وبيعرفها انطوان انه بيحبها، فبتعرفه ديبرا انها هي كمان بتحبه، وبتبدا بقى قصه حبهم من اللحظه دي. على الناحيه التانيه بقى بنشوف برضو ان انجل بيقرب اكتر واكتر من باربرا وبيعترفوا لبعضهم بحبهم اخيرا. بعد فتره بقى من كل ده بنشوف ديكستر قاعد مع ميجيل في البيت، وحاليا بيعرف ميجيل ديكستر ان في شخص جديد لازم يعني يخلصوا عليه لانه قاتل ويستاهل القتل، والشخص ده بقى هو لاعب كره قدم امريكيه غير محترف اسمه بيلي. وبيعرف ميجيل ديكستر ان بيلي ده بيشتغل مع شخص كده بيقرض الناس فلوس، واي حد مش بيدفع الفلوس اللي عليه دي بيبعت بيلي يضربه واحيانا يقتله، لدرجه ان بيلي قاتل لغايه دلوقتي تقريبا 3 اشخاص. في الوقت ده بيوافق ديكستر وبيقرر يقتل بيلي ده، لكن ميجيل بيفاجئ ديكستر وبيعرفوا انه المره دي عاوز يقتل بيلي بنفسه. في اللحظه دي يتصدم ديكستر لكنه بيوافق على كلام ميجيل وبيقرروا انهم يرتبوا الموضوع ده مع بعض. بعدها بنشوف ان ديكستر بيقعد مع نفسه في شغله كده وبيبدا يبحث عن بيلي ده، وبيتاكد ان بجد بيلي مجرم ويستاهل القتل، ولكن بيكون ديكستر عاوز يلاقي دليل مادي ان بيلي فعلا مجرم. فبناء عليه بيروح ديكستر وميجيل لحانه كده او يعني مالها ليلي والعياذ بالله اللي بيقعد فيه دايما بيلي، وبيبداوا بدورهم بقى ان هم يراقبوه. وبعدها بيروحوا ديكستر وميجيل لبيت بيلي وبيفضلوا يدوروا فيه لحد ما بيلاقوا اداه الجريمه اللي بيستخدمها واللي هي عصايه البيسبول. فبناء عليه بياخد ديكستر منها عينه كده بحيث يفحصها ويشوف هل عليها اي اثار دم ولا لا، ولو عليها ده يثبت ان بيلي فعلا قاتل. وبيقدر فعلا ديكستر بقى ان هو يتاكد من كل ده، وبالتالي بيروح ديكستر وميجيل لمحل كده وبيشتروا بقى الادوات اللي ميجيل هيقتل بيها بيلي. بعدها بيروحوا سوا لمخزن كده مهجور وبيجهزوه عشان يكون المكان ده اللي بيلي هيتقتل فيه. وبس يا سيدي في يوم كده بيروح ديكستر وميجيل للحانه اللي بيقعد فيها بيلي وبيفضلوا قاعدين جنبه لحد ما بيقوم عشان يمشي، فبيمشوا وراه عشان يقتلوه. لكن قبل ما يروحوا اي حته في شخص بيتعرف على ميجيل، وعشان كده بيقرر ديكستر ان هو يوقف العمليه دي خالص لاحسن يعني يتفتحوا. ولكن يا صديقي ميجيل مش بييأس وبيروح يعني يقابل ديكستر وبيفضل يقنعه انهم يقتلوا بيلي تاني وان محدش هيقدر يكشفهم المره دي. فبيوافق ديكستر وعلى طول بدون تضييع وقت بيروحوا بيت بيلي وبيخدروه وبيخطفوه. بياخدوه بقى المكان اللي جهزوه لقتله وبيربطوه كالمعتاد، وبياخد ميجيل السكينه وبيقتل بيلي فعلا. وبيكون ميجيل الصراحه مبسوط انه حقق العداله وبايديه. اما بقى ديكستر بيفرح انه ليه شريك ليه في كل اللي هو بيحب يعمله. ولكن يا صديقي العلاقه بين ميجيل وديكستر مش هتفضل سمنه على العسل كده كتير، لان ميجيل الغبي بيقرر ان هو ما يلتزمش بكلام ديكستر، ولما بيخلص قتل بيلي بيسيب ديكستر يتخلص من الجثه بنفسه وبيروح هو لإدلين، ومش بنشوف هو عمل لها ايه بالظبط، ولكن بنعرف انه في الغالب هيقتلها بسبب العداء الكبير اللي بينهم. تاني يوم بنشوف ان ديبرا كانت مع انطوان، بعدها بتروح للقسم وبتبدا بقى ديبرا تحقق مع المزارعين بحيث تعرف مين فيهم السالخ زي ما قلنا قبل كده. ومن ضمن المزارعين اللي اصلا ديبرا بتحقق معاهم هو شخص كده اسمه كينج. وكينج ده بقى يا صديقي بيقول لديبرا انه شاكك في واحد من المزارعين اللي بيشتغلوا معاه اسمه ماريو، انه يكون هو عادي جدا السالخ اللي هم بيدوروا عليه، لان ماريو ده مجنون شويه وسبق ان تم اتهامه في جريمه قتل. وقتها طبعا بتتفاجئ ديبرا وبتقرر تقبض على ماريو ده. بعد كده يا صديقي بتتكلم ديبرا مع كوين وبتساله عن انطوان، فبيعرفها كوين ان انطوان مش مخبر سري متعين من الوزاره زي المعتاد، ولكن كوين بيشغل يعني انطوان معاه من الوقت للتاني كده غصب عنه، وبيديله فلوس من نفسه كده بعيد خالص عن الوزاره. يعني يا صديقي انطوان من الاخر كده مش مسجل بشكل رسمي انه مخبر سري، ويقدر عادي جدا في اي وقت ان هو يسيب الشغل عشان ما عليهوش اي التزامات، لكنه ما يعرفش المعلومه دي. فبتتضايق ديبرا جدا ان كوين خادع انطوان، فبالتالي بتروح لانطوان وبتعرفه انه مش شغال معاهم بشكل رسمي كمخبر سري، ويقدر عادي خالص يسيب الشغل في اي وقت. فبيفرح جدا انطوان وبيشكر ديبرا انها عرفته المعلومه دي، لانه كان حاسس دايما بالتهديد عشان مش عارف يقول لا لاي حاجه هيضطر يحقق فيها. ولكن يا صديقي ديبرا مش بتجيب سيره دلوقتي ان كوين كان بيضحك عليه ويستغله عشان يعني ما تعملش مشاكل ما بينه وما بين انطوان.
بعد كده بيخرجوا كوين وديبرا في مهمه وبيقبضوا على ماريو اللي كينج قال عنه انه السفاح السالخ. والمهم يعني ان ديبرا وكوين بيقعدوا يحققوا مع ماريو وبيعرفوه ان رئيسه في الشغل كينج هو اللي بلغ عنه وقال انه السفاح. طبعا بيتصدم ماريو وبيسكت خالص ومش بيقول ولا كلمه، وبيبان جدا جدا خوفه من كينج. وده بقى اللي بيخلي كوين وديبرا يشكوا ان ماريو ده ملوش اي حاجه وان السفاح الحقيقي غالبا هو كينج، وكان عاوز يلبس القضيه دي لماريو، وماريو لانه بيخاف منه مش بيرضى يقول اي حاجه. في كل الاحوال بعد كده بتحاول ديبرا تتواصل مع انطوان لكنه مش بيرد عليها خالص، فبتقلق ديبرا وبتروح بقى بيته عشان تشوفه، لكن ديبرا مش بتلاقي انطوان في البيت. والاهم من ده ان ديبرا بتلاقي ان الشجره اللي قدام بيت انطوان متظبطه كده ومتشذب يعني الاعشاب بتاعتها، فبتعرف على طول ان السالخ او كينج كان هنا وكان بيراقب انطوان، وانه غالبا خطفه لانه ليه علاقه بفريبو، لان زي ما احنا عارفين السالخ ده بيخطف وبيقتل اي حد ليه علاقه بفريبو، ولسه ما نعرفش الصراحه ناوي يعمل ايه بس كله هيبان قدام. تاني يوم بنشوف ان ديكستر بيكون في البيت مع ريتا، وبتجيله حاليا سال مرات ميجال، وبتعرفهم سال يعني ان ميجال كان غايب عن البيت لحد الصبح وشك انه بيخونها. في الوقت ده بيستغرب ديكستر ان ميجال ما رجعش بيته على طول بعد ما قتلوا بيلي، وبيشك دلوقتي ديكستر ان ميجال عمل حاجه من وراه. وطبعا يا صديقي ديكستر شكه في محله، ان زي ما شفنا ميجال بعد ما خلص معاه راح قتل ادلين ولكن من غير ما يعرف ديكستر. المهم يعني ديكستر بيكون عاوز يعرف ميجال عمل ايه بالظبط من وراه، فبالتالي بيروح لميجال وبيساله كان فين، فبيعرفه ميجال انه كان في الحانه، لكن ديكستر مش بيصدقه بس بيعدي الموقف. بعدها بيروح ديكستر لبيت انطوان اللي بيكون فيه ديبرا وكوين وانجل وماسوكا والكل، وبيلاقوا دلوقتي اثار ان في حد خطف انطوان، فبيتاكدوا ان السالخ او كينج هو اللي خطفه فعلا. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف ان انطوان مخطوف في مكان سري كده، وبيكون قدامه كينج اللي بنتاكد بما لا يدع مجالا للشك ان هو السالخ. وحاليا بقى بيتكلم كينج مع انطوان، وبنعرف من كلامهم ان كينج ده مجنون وانه بيخطف اي حد ليه علاقه بفيربيو، لانه كان ليه فلوس عند فيربيو وعايز يوصل له مش اكتر من كده، ولان محدش يعرف ان فيربيو مات فلسه كينج مستمر في اللي بيعمله ده، ولسه برضه ما نعرفش هل هيقتل انطوان نفسه ولا لا. المهم ان بعد فتره بيسيب كينج انطوان وبيروح على بيته، وهناك بيقبضوا كوين وديبرا عليه وبياخدوا له الاسم، وبيفضلوا بقى يستجوبوه لكنه مش بيعترف باي حاجه ولا بيقول حتى انه خاطف انطوان، وده بيجنن الكل. في كل الاحوال انهم ما يقدروش ياخدوا منه اي حاجه تدين كينج، بيضطروا ان هم يسيبوه يخرج زي ما هم، وهم لسه ما يعرفوش مكان انطوان. لكن ديبرا بتكون عايزه تعرف مكان انطوان باي ثمن، فبتفكر في فكره كده وبتقرر انها تنفذها هي وكوين. الفكره دي باختصار انهم يخرجوا ماريو من السجن ويودوه عند بيته، وبيوروه بعد كده ان الشجر اللي قدام بيته مقصوص بعنايه، وده بيعرف ماريو ان كينج هو اللي عمل كده واكيد بيراقب عيله ماريو عشان يقتلهم. بيخاف ماريو وبيعرف ديبرا وكوين مكان سري كده بتاع كينج وبيحتفظ فيه باي حد بيخطفه، فعلى طول بيروحوا كوين وديبرا للمكان ده، وللاسف بيقدر كينج ان هو يهرب منهم، لكنهم بيدخلوا المكان وبينقذوا انطوان اللي بيكون لسه عايش رغم انه اتعذب كتير وكمان اتسلخ شويه من جسمه. عامه على الجانب الاخر بقى بنشوف ان ديكستر بيعرف ان ادلين مختفيه ليها مده، فبالتالي بيشك بشكل كبير ان اللي سبب في اختفائه هو ميجال، وبيعرف ديكستر ان اكيد ميجال خبى جثتها في المقابر زي ما ديكستر يعني فهمه قبل كده انه بيخبي الجثث هناك، وبالتالي بيروح ديكستر للمقابر وبينبش في كام قبر كده هناك لحد ما بيلاقي جثه ادلين، فبيعرف على طول ان ميجال هو اللي قتلها. طبعا ده بيعصب ديكستر، فبيروح بقى يقابل ميجال وبيواجهه بالحقيقه دي وانه عارف انه قتل ادلين. فوقتها بيقول ميجال لديكستر انه حر يقتل اي حد شايفه يستاهل الموت. ده بيعصب بقى ديكستر وبيشوف ان ميجال هيخرج عن طوعه وانه صنع وحش مش شخص زيه بالظبط بنفس العداله وبس، فبيقرر ديكستر انه مش هيسيب الفعله بتاعت ميجال تعدي كده، فبيروح بقى على المقابر وبيمشي القبر وبيطلع جثه ادلين، فطبعا الناس بيلاقوها وبيتعرف انها اتقتلت، فبيروح بقى ديكستر وميجال والكل لمسرح الجريمه. وفي الوقت ده بيجي ميجال لديكستر وبيطلب منه ان هو يعني يسامحه ويساعده ان هم يتستروا على الجريمه دي، وانه خلاص من هنا ورايح هيسمع كلامه، فبيوافق ديكستر وفعلا مش بيخلي اي ادله هناك تثبت ان ميجال هو اللي عمل كده. ولكن يا صديقي بعد فتره بيبدا ديكستر يشوف ان ميجال بيتقرب لماريا، فبيعرف ديكستر انه بيستغلها عشان يعني يدمر تحقيقها خالص وما تقدرش تعرف مين اللي قتل ادلين، وده بيخلي ديكستر يحس ان ميجال بيشتغل الكل. وعشان ديكستر يعني يتاكد من كل ده بيجيب القميص اللي عليه دم فيربيو لو تفتكر، وبيفحص القميص ده كويس، فبيلاقي ان عليه دم ماشيه مش الدم بتاع فيربيو، وبيعرف ديكستر كده ان ميجال كان بيشتغلوا من زمان عشان بس يكسب ثقتهم مش اكتر من كده. وده بقى بيعصب ديكستر اكتر بشكل مش طبيعي، وبيقرر انه يتصرف مع ميجال بطريقته. بعدها بقى بيلاقي ديكستر ان ماريا جمع الكل وبتعرفهم حاليا ان في شخص مشتبه فيه في قضيه ادلين، والراجل ده كان بيشتغل في حانه ادلين كانت تعرفه زمان، ومفروض انه كان بيتصل بادلين قبل ما تموت بوقت بسيط، وعشان كده اصبح مشتبه فيه.
وطبعا ديكستر ما بيكونش عاجبه كل ده، لان في شخص بريء هيشيل الليله دي مكان ميجيل. فبيقرر ديكستر انه هيستغل الموضوع ده عشان يسيطر اكتر على ميجيل ويحطه تحت طوعه من جديد. فبالتالي بيروح ديكستر لميجيل وبيعرفه بموضوع المشتبه فيه ده، وانه هيبعد القضيه خالص عنه ومش هيقرب القضيه دي لميجيل ولا هيخلي حد يشك فيه، ولكن لازم في المقابل ميجيل يسمع كلامه غصب عنه. فبيوافق ميجيل وبيتفقوا على كده. بعدها يا صديقي بتجيب ماريا الشخص اللي شك فيه ده وبتبدا بقى تستجوبه، وبيكون ديكستر وميجيل موجودين في القسم وبيشوفوا الاستجواب ده، ومش بتقدر ماريا تطلع من الشخص ده باي شيء، ولكن بتفضل شاكه فيه. بس هنا بقى بتحصل حاجه بتغير الموضوع بالكامل، لان كوين بيجي لماريا وبيعرفها ان الشخص اللي هي قبض عليه ده مش هو قاتل ادلين، لان في وقت موت ادلين كان هو الشخص ده قاعد في الحانه وكل الناس شاهدين هناك بكده، واكيد كان بيتصل بادلين عشان يعني يطمن عليها لانهم صحاب مش اكتر من كده. وقتها بتتصدم ماريا وبتروح للشخص اللي شاكه فيه ده وبتعرفه انه هيخرج من هنا براءه لان ما عليهوش اي حاجه، وبتساله بعد كده لو انه في اليوم اللي ماتت فيه ادلين شاف اي حاجه غريبه عند بيت ادلين. فبيعرفها الشخص ده انه في اليوم ده راح بيت ادلين وشاف شخص ماشي من المكان بعربيه دفع رباعي، والشخص ده يا صديقي هو ميجيل. ولكن ماريا مش بتشك فيه حاليا خالص، بل بتبدا تدور عن مين الشخص ده. وبيكون ديكستر وميجيل طبعا شايفين كل ده، وبيفرح ديكستر لان في حاجه كده ممكن تتمسك على ميجيل وتخوفه، وده هيخليه تحت سيطره ديكستر اكتر. ولكن المشكله هنا بقى ان ميجيل بيقرر يتقرب لماريا اكتر واكتر بحيث يشتتها عن القضيه دي. وفعلا بيروح بقى ميجيل لماريا وبيقعد معاها وبيحاول يفهمها انه بيحبها وكل الكلام ده رغم انه كذب. واثناء ما كانوا قاعدين بيجي ديكستر دلوقتي لماريا وبيعمل نفسه جاي يسالها على حاجه، وبيشوف طبعا دلوقتي عندها ميجيل، فبيتاكد ان ميجيل عاوز يلعب بيها مش اكتر من كده عشان يبعدها عن القضيه. وده بيعصب ديكستر لكنه مش بيعمل حاجه وبيسيبها وبيمشي. في نفس الوقت ده كانت سيل مرات يعني ميجيل مع ريتا بيجيبوا دلوقتي فستان لفرح ريتا، وبتقول دلوقتي ريتا لسيل ان ديكستر كان قال لها ان في حاجه غلط بين ميجيل وماريا من زمان، وبالتالي ممكن ميجيل يكون بيخونها مع ماريا. في الاثناء دي بتتجنن سيل وبتروح لبيت ماريا، فبتلاقيها حاليا هي وميجيل. فبتفضل بقى تتهم ميجيل انه شخص خاين وبيخونها مع ماريا، وانه اكيد يوم الخميس اللي فات كان مع ماريا لما قال لها انه مش هيجي البيت. في الوقت ده بتركز ماريا في الكلام وبتعرف ان الخميس اللي فات ده كان مش موجود معاها برضه، لكن اليوم ده كان يوم قتل ادلين، وفي اليوم ده ميجيل ما كانش في بيته، وده بيخلي ماريا تشك في ميجيل لانه ما كانش لا معاها ولا مع مراته، فبالتالي ممكن يكون هو القاتل. واللي بياكد شكها ده هو ميجيل. وهو ماشي بعد ما المشكله دي خلصت بتشوف ماريا عربيته واللي بتكون دافع رباعي سودا نفس العربيه اللي الشخص ده قال لها عليها. فبتبدا ماريا بقى تربط الاحداث ببعض وتشك في ميجيل جدا، ولكن لسه ما نعرفش هتعمل معاه ايه. تاني يوم بقى بيروح ديكستر يقابل ميجيل، وفي الوقت ده بيقول ميجيل لديكستر انه لازم يبعدوا عن قضيه ادلين دي خالص، والا هيأذي اخته تيبرا اللي اصلا ترقيتها فيها مشاكل بسبب يعني ان معروف عنها انها بتحب انطوان. في الوقت ده بيتعصب ديكستر ان ميجيل بيهدده بعيلته، وبيقرر ديكستر انه يغير استراتيجيته من هنا ورايح مع ميجيل، وبدل ما يسيطر عليه يخلص منه. وبالتالي بيروح ديكستر بقى لبيت ميجيل وبيفضل يدور فيها على اي شيء ممكن يدين ميجيل لحد ما بيلاقي خاتم بتاع ادلين كان ميجيل محتفظ بيه. فبياخد الخاتم ده وبيحط لميجيل ورقه كده بتاعت فاتوره مغسله. بعدها بيروح ميجيل بيته ومش بيلاقي الخاتم بتاع ادلين، بل بيلاقي ورقه المغسله. فبياخدها وبيروح المغسله فبيلاقيها ورقه استلام القميص بتاعه اللي كان عليه الدم. وبيعرف بقى ميجيل ان ديكستر كان عاوزه يعرف انه محاصر بادله كتير جدا تثبت تورطه في جرائم، وانه هيأذيه لو فكر يعني يأذي بس اخته. وده بيجنن ميجيل، فبالتالي بيروح لديكستر وبيتكلم معاه وبيعرفه انه ممكن يخلص عليه بكل سهوله لو فكر يهدده تاني. بس ديكستر ولا بيهتم بكل ده وبيسيب ميجيل وبيمشي. بعد كده بنشوف ان ميجيل بيكلم كينج، وبنعرف ان كينج من وقت ما هرب كان على تواصل مع ميجيل، وحاليا ميجيل بيفهم كينج ان ديكستر ده يعرف مكان فيربو. فبيقرر كينج ان هو يخلص منه. ومش بيفوت وقت طويل وبنشوف ديكستر رايح يركب عربيته، بس قبل ما يعمل كده هوب بيظهر كينج من العدم وبيضربه على دماغه فبيغمى عليه، وعلى طول بيخطفوا كينج في شنطه العربيه. بعد كده بقى بنشوف ان العربيه اللي اتخطف فيها ديكستر دي بتقف في مكان كده وبتتفتح الشنطه بتاعت العربيه. فبتفاجئ ديكستر باصحابه قدامه، لان مش كينج اللي خطفه بل صحابه هم اللي خطفوه عشان يعملوا له يعني حفله بمناسبه انه خلاص هيتجوز. وفعلا بيدخل ديكستر يحضر الحفله دي، وبيجي ميجيل كمان، وبيلاحظ ديكستر ان ميجيل ماشي على طول مع اخوه رامون. وبيعرف ديكستر ان ميجيل بيعمل كده عشان يحمي نفسه من ديكستر برامون. بعدها بنشوف ان ماريا لسه زي ما هي شاكه في ميجيل، فبتجيب ميجيل عندها في يوم وبتسيبه جوه البيت، بتروح لعربيته وبتاخد منها يعني شويه مسحات عشان تتاكد هل ادلين كانت في العربيه دي ولا لا. تاني يوم بتروح ماريا بالمسحات دي لديكستر، فبيوافق ديكستر. وبيشوف بقى ميجيل يا صديقي من على الجهاز ان ماريا بتبدا في قضيه ادلين،
وانها بتبحث في حاجات كده وبصمات، فبيعرف ميجيل على طول ان ماريا بتشك فيه، فبيقرر خلاص يخلص منها خالص. اما ديكستر بقى فبيروح بعد شويه لماريا وبيعرفها ان المساحات اللي جابتها دي اثبتت ان ادلين كانت في عربيه ميجيل، فبتتصدم ماريا وبتعرف على طول ان ميجيل هو القاتل. المهم ان ديكستر بقى بيكون عارف ان ميجيل اكيد هيفكر يقتل ماريا، فبالتالي بيسيب دلوقتي ديكستر رساله كده على تليفون ماريا. بعد وقت مش طويل بيوصل ميجيل لبيت ماريا عشان يقتلها، لكنه مش بيلاقيها، وبيلاقي بس رساله ديكستر الصوتيه اللي بيطلب فيها من ماريا انها تقابله في مكان معين. فبيقرر ميجيل ان هو يروح لها عشان يقتلهم هما الاثنين ويخلص منهم هما الاثنين، لكنه لما بيوصل بيلاقي ديكستر في انتظاره وبيخدره. بعد شويه بقى لما بيفوق ميجيل بيلاقي نفسه مربوط زي اي ضحيه من ضحايا ديكستر، وبيحاول ميجيل ان هو يستعطف ديكستر عشان ما يقتلوش ويفكروا انهم كانوا اصحاب، لكن ديكستر ولا بيتهز وبيقول لميجيل الوداع يا صديقي وبيقتله. وقبل ما يموت ميجيل بيعرف ديكستر انه كان سايب ناس تنتقم منه في حاله انه اتقتل، وبيموت دلوقتي يا صديقي. والعلم قصد ميجيل هنا على الناس دول هم كينج ورامون. بنلاحظ ان ديكستر زعل جدا على ميجيل بعد ما قتله، على عكس اي حد تاني قتله في الحياه دي، لان يعني ميجيل كان يعتبر صديقه الوحيد، صديقه اللي بجد اللي عارف عنه كل حاجه. عامه بنسيب بقى ديكستر خالص وبنروح لديبرا، ولسه زي ما هي بتبحث عن كينج. بعد بحث كتير جدا هي وكوين بيقدروا يحددوا البيت بتاع كينج اللي مستخبي فيه، فبيروحوا بقى عشان يقبضوا عليه وبيلاقوه فعلا، لكن كينج بيهرب منهم فبيجروا وراه. وبيقدر على فكره كوين يوصل له، لكن كينج بيعوره بسكينه كده في وشه وبيهرب، وللاسف بيرجعوا للنقطه صفر تاني ولسه كينج حر طليق. بعد كده بيلاقوا الكل جثه ميجيل، وبنشوف ان ديكستر سلخ جزء من جثته عشان يثبت ان القاتل هو كينج ويبعد يعني اي شكوك عنه، ولكن بيكون رامون موجود حاليا، وبيكون رامون شاكك في ديكستر، وعشان كده بيبعده خالص عن جثه اخوه. فبيعرف دلوقتي ديكستر ان رامون شاكك فيه، وبالتالي بيقرر يتصرف معاه. بعدها بيروح ديكستر بيته، فبيلاقي البيت متبهدل خالص لان في حرامي دخلوا، وبيجوا دلوقتي الضباط لديكستر وبيعرفوه ان الجيران شافوا الشخص اللي اقتحم بيته، والشخص ده هو رامون. فبتصدم ديكستر وبيقرر يتصرف مع رامون لوحده، فبالتالي بيروح لبيت رامون وبيقابل مراته سيرا وبيسالها عنه، بس سيرا ما بتكونش تعرف اي حاجه، فبيشكرها دلوقتي ديكستر وبيمشي. بعدها بيتصل ديكستر على ظابط كده صديق رامون وبيحاول يعرف منه مكان رامون، لكن الظابط ما بيكونش عارف اي حاجه برضه، فبيشكره ديكستر وبيقفل معاه. بعدها بنشوف ديكستر واخد ستور وكودي ولاد ريتا عشان يوديهم التمرين بتاعهم، وبيلاحظ ديكستر في الوقت ده ان في شخص بيراقبه وماشي وراه، وبيشك ديكستر ان الشخص ده هو رامون، فبيهرب بقى منه وبيخلي ديكستر الشخص ده يعمل حادثه، لكن اللي ما كانش ديكستر يعرفه ان الشخص ده مش رامون نهائيا بل كينج. في نفس اليوم ده بالليل بيكون ديكستر مع كل اصحابه بيتعشوا مع بعض كده بمناسبه ان جوازه خلاص قرب، وفي وسط ده كله بيوصل رامون وبيقرر ان هو يقتل ديكستر وبيطلع سلاحه عشان يقتله، ولكن ديبرا بتتدخل وتوقفه وبيقبضوا على رامون، وبينتهي خطر رامون بالشكل ده. تاني يوم بيروح ديكستر عشان يقابل رامون في السجن، وبيسأل رامون هو بيعمل كده ليه، فبيعرفوا رامون ان ميجيل كان خايف منه وبيقول ان ديكستر هيأذيه، وعشان كده لما ميجيل مات رامون شك ان ديكستر هو اللي قتله. بس يا صديقي ديكستر بيعرفه دلوقتي انه ما عملش كده، وبيقتنع بقى رامون من الكلام ده كله، وبيقرر انه لما يخرج من هنا مش هيقرب لديكستر تاني، وبينتهي بقى خطر رامون للابد. بعدها بيروح ديكستر وبيجيب بدله كده بتاعت فرحه، لكن وهو خارج فجاه بيظهر كينج قدامه وبيخطفه. بيروح كينج بديكستر لمكان كده زي مصنع مهجور وبيربطه زي ما ديكستر بيربط ضحاياه هناك، وبيقرر كينج انه هيقتله. في نفس الوقت ده بنشوف ان ديبرا بتروح لماريا ومتعرفه ماريا انها اترقت وبقت محققه، فبتفرح جدا ديبرا وبتسيب ماريا وبتروح لانطوان تحتفل معاه. بس بيجي لها دلوقتي مكالمه من ماسوكا بيعرفها انهم قدروا من بعض الادله اللي كانت في عربيه كينج واللي كان بيراقب منها ديكستر لو تفتكر يحددوا مكان كينج، فبتفرح ديبرا وبتعرف المكان من ماسوكا وبتقفل معاه. بعدها بقى بنرجع لديكستر اللي بيستغل ان كينج بيسيبه شويه وبيحاول يعني يفك نفسه، وفعلا بينجح في ده. بس بيجي كينج عشان يقتله، لكن ديكستر بيهجم عليه وبيفضلوا يتعاركوا لحد ما ديكستر بيقدر يخلص على كينج، ومش بيلحق ديكستر يفرح وبيلاقي ان ديبرا والشرطه كلهم جايين على المكان، فعلى طول بيرمي ديكستر جثه كينج عليهم وبيهرب قبل ما حد يشوفه. وبيلاقوا الكل دلوقتي ان كينج مقتول وبيفتكروه انتحر ورمى نفسه قدامهم عشان يعني يموت، وبالشكل ده حتى كمان مشكله كينج انتهت تماما واعتبروه ان هو السفاح، وفي نفس الوقت قدروا انهم يقبضوا على الشخص اللي هو السفاح السالخ الا وهو كينج. وبس يا سيدي بعد بقى ما خلصت كل المرمطه دي بنشوف ان اخيرا بيتعمل فرح لديكستر وريتا، واللي بتحضره ديبرا وماسوكا وانجل وكوين، والكل بيكونوا مبسوطين. ومع النقطه دي بينتهي الموسم ده كمان، واللي اتمنى يكون عجبكم. والعلم يا صديقي القصه بتاعت ديكستر لسه ما انتهتش بل لسه بتبدا، ولو شفت يعني ان على مدار ال3 مواسم اللي فاتوا دول كان في كميه مصايب ومشاكل كتير وحبكات روعه، حابب اقول لك ان اللي جاي كبير جدا، ان لسه عندنا فيديوهات تانية كتير جدا تبع ديكستر،
فلحد ما يجي الفيديو الجاي اللي هو يعني بعد كام يوم مش اكتر من كده، ان شاء الله مش هنتاخر، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. فلحد ما نتقابل في فيديو جديد ما اقدرش اقول غير بس كده، سلام.